طبعين الكرام، انا اكلت الرغيف دوت قبل العيد ب3 ايام، انا وزميلي في الشغل. الرغيف كان ب60 جنيه، وكان المنيو مكتوب فيه كده الرغيف من 60 ل80 جنيه. ناس مشهورة في شبرا، وبيتباع على انه بلدي، وهو لا علاقة له بالبلدي اطلاقا. السر كله في شوية اللي الضاني دول اللي بيقلبوا الاكل المستورد لبلدي. ده سحر اكل الشارع. اللي الضاني نزلت باللي مع شويه زيت، سالت معايا، قمت منزل القلوب والكلاوي. القلوب والكلاوي ده يا جماعه كله ده شغل بلدي، يعني انا بعمل شغل بلدي، لكن اللي في الشارع كله شغل مستورد. طيب انت عشان تضيع الزفاره بتاعت الكلوه بتعملي ايه؟ بعد ما بتشوحيها في الليه والسمنه، نزلت بكام قرن فلفل كده شطه، يعني ارفع التست. معلقتين الخل بتضيع الزفاره، مع ان البلدي في الكلاوي ما بيبقاش فيها زفره قوي، انما برضو للاضمن وعشان الريحه معلقتين من الخل ضيعوا الزفاره وبيفتحوا اللون بتاع الكلوه وبتاع القلب. شوحيهم بقى يا ست الكل كده في السمنه، وقمت فاتح فتحه في النص، وعملت نفس الطاسه اللي بتتباع في الشارع. والله يا جماعه السندوتش كان ب 60 ل 80 جنيه، نزلت بيه سجق بلدي. كل ده شغل بلدي. طيب انا قبل كده كنت عامل كله مستورد، وكان الفرق في الطعم ما حدش هنا في البيت عرف يفرق. بس انا زي ما بقول لكم، بنقل لكم من التجربه ان الناس اللي في الشارع دي ما فيش حد بيشتغل ببلدي، لان البلدي غالي جدا جدا. بعد ما شوحت السجق زي ما انتم شايفين كده، شويه فلفل الوان بدلع الاكل بتاعي، ونزلت برضو زيهم ما بيعملوا في الشارع بالبصلايه. طب ايه سر البصلايه دي؟ بتعمل ايه في الاكل؟ بتدي تسكيره للاكل، بتدي تسكيره للكروه، بتدي تسكيره للقلب. بعد ما بتشوحي بقى كده الفلفل والبصل مع بعض، وكله بيتمكس مع بعض وبياخد كله من طعم بعضه، بقوم انا عامل ايه؟ بقوم مشوح معاهم الكبده. هو كذلك برضو الراجل اللي في الشارع بيقلي الكبده اخر حاجه. الدسم اللي نازل ده ايه بقى؟ ده دسم الليه، ودسم الكلاوي، ودسم السجق. بقلي فيهم بقى وبحمر فيهم الكبده. متخيله هنا مفيش ميه بتنزل خالص، هو مجرد الصوص اللي بينزل من الفلفل والبصل اللي شربوا اللحوم دي كلها، ادت التسكيره والطعم الجميل اللي انت بتدوقيه في الشارع. لكن ما بتزوديش ميه هنا خالص، مجرد بس ما انت ما بتشوحي كده وبتقلبي كله على بعضه بقى، كله اتمكس، كله خد من طعم بعضه. هنحط هنا توم يا شيف؟ لا، انا مش بعمل كبده منفرده عشان اعمل توم، او بعمل ورقه كبده عشان احط توم زي ما عملت قبل كده. انا عامل فيديوهات كبده كتير جدا. امال ايه اللي بيتحط هنا؟ هم نوعين اللي بيتحطوا من التوابل: ملح وفلفل اسود. يعني التوابل اللي بتتحط على الطاسه او الصينيه بتاعت الشارع بتاعت الاكله اللي قدامك دي، ملح وفلفل اسود فقط، مع شويه السلطه المدلعين، مع شويه الطحينه، وبتاكلي احلى اكل. مضمون 100%، اكل بلدي 100%. ينفع طبعا ده بنعمله مستورد، وانا على طول بشتغل في البيت بمستورد. يعني احنا بس عملنا بلدي المره دي عشان طبعا ايه، لسه طالعين من العيد، وده الحاجات اللي كنا جايبينها في العيد. بس انا اللي كان يعني اذهلني ان الرغيف الصغير ده بيتباع من 60 جنيه ل 80 جنيه ومستورد. انتوا واخدين بالكم؟ لا، اعملوا اكلكم في البيت بقى، وانتوا عارفين انتوا بتجيبوا ايه. و... وانا عملت لكم بطريقه بسيطه جدا، احترافيه جدا، بتاكلوا احلى اكل واضمن من الشارع ب100 مره.